ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ دبري ووفري. لو عندك شويه رز بايتين ملهمش لازمه، بدل ما نرميهم حبينا نعملهم حاجه اقتصاديه كده. لو عندك حته لحمه مفرومه هنعملها كام صباع كفته كده جنب شويه مكرونه ونعملها غدوه. فعشان طبعا احنا عارفين الظروف اللي البلد فيها واللي الناس فيها كلها، فعلى قد ما نقدر بنقتصد يعني. فانا عندي ربع كيلو لحمه، قلت اعملها قدامكم واوريها لكم. انا احب لما بعمل حاجه احب تشاركوني فيها. آه، ودايما كده تكونوا معايا على طول يا رب، كده منورين القناه بتاعتي. ما تحرمش منكم ابدا، كل اللي بيدعمني وكل اللي بيشجعني الف شكر له، وجزاكم الله كل خير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهندخل على طول في الاكله. معايا كوبايه رز بايته معموله هي، بدل ما كنت هرميها قلت اعملها احسن مع الكفته يعني، بدل ما ارميها خساره. ومعايا ربع كيلو لحمه مفرومه، معايا 50 جرام دهن، معايا بصلايه بشرتها وحطيت عليها شويه ملح وحطيتها تتصفى وصفيت ميتها يعني. معايا شويه خضره بقدونس، معايا البهارات يعني ما بتاخدش بهارات كتير. معايا فلفل اسود، معايا بابريكا، فلفل اسود بابريكا، معايا ملح، معايا نص معلقه سكر، نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه ملح. نلاحظ ان احنا حاطين ملح على البصلايه فما نكترش الملح. هي دي كل المكونات. معانا قرن فلفل حامي حسب الرغبه بس بيديها طعم. دلوقتي انا المكونات دي كلها هخفقها في الكبه هنا اهوت مع بعضها، ونعجنها عجن حلو. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد كده. خليكم معايا لاخر الفيديو يا احلى متابعين في الدنيا. بصوا يا حبايبي، انا بعد ما عملتها كلها في الكبه اهي، فرمت الرز وفرمت اللحمه وفرمت الدهن والبصل وكل المكونات اللي انتوا شفتوها، فرمتهم في الكبه. وبعد كده عجنتهم مع بعض، حطيت البهارات عليها وعجنت. اهم حاجه العجن، تعجني قوي قوي، هي اهم حاجه العجن فيها، كأنك بتعجني عجين. هي من نجاح الكفته ان انت تعجني فيها قوي. هحط فيها دلوقتي بيضايه من لها برضو، هي الرز فيها مادة ربط بس هحط البيضايه برضو بتنفشها كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وهعجنها حلو. وبعد كده انا عامله فحمايه، هحط الفحمايه احط لها ورقه فويل واقوم حطها في النص، واقوم مدلع عليها شويه زيت، واقوم مغطيها مغلفه الصينيه بالمكونات دي، واحطها واسيبها لما تهدى. لما الدخانه تخلص خالص هحطها في التلاجة. اما بتعمليها كده بالفحمه قبل ما تسويها بتديكي ريحه احلى، وبتديكي ريحه الكفته ما بتطلعش منها ابدا، بتفضل ماسكه فيها اكنك جايبه كفته من عند الحاتي. جربيها، انا بعملها كده. انا كنت بعمل الاول بحط الفحمايه كنت من فتره كبيره قبل ما اعمل القناه كنت بعملها كده. بعد كده بقيت اما اسويها بيبقى كسل يعني، اقوم حاطه الفحمايه. فما لقيت لما عملتها كده مره لقيتها ريحتها احلى، والدخانه بتمسك فيها اكتر بتاعه الفحمايه، فبتديكي الريحه بتاعه الكفته اللي من عند الحاتي. حتى لو قعدت فتره كبيره عملتيها ما بتروحش ريحتها. فانا دلوقتي هعجنها حلو قوي وهحط الفحمايه، هوريها لكم وانا بحط الفحمايه، واغطيها واحطها في التلاجة لغايه شويه نص ساعه كده. وبعدين عشان تتماسك مع بعضها والعجينه ترتاح عشان تتصبح حلو. هسيبكم دلوقتي عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما حطيت لها الفحمايه هي كده وغطيتها بورق الفويل، كنت مغطياها كده وحطيتها في التلاجة فتعدي نص ساعة ومسكت في بعضها اهي. دلوقتي هنصبعها مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي المصامية اهي ودهناها زيت، ومعايا هنا المية بتاعت البصل، وحطيت بشرت عليها قطايه وحطيت شوية زيت وحبة فلفل اسود. طبعا ما حطيتش ملح عشان البصلة كنت انا ناقعها في ملح. هنكمل ده ونشيل كده الفحماية وهنعمل ايدينا كده هنقص كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. ما بنصبع كده نعمل كده. اي معلقه عندك خشب، اي معلقه اي حاجه نبصمها كده اهي، ونعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي.
هنحطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل تاني واحد قدامكم. بعد كده انا هحطها تحت الشوايه. مش هعمل فرن عشان انا مش عايزاها تنشف، لان هي تعتبر الرز مستوي، واحنا اخدنا اللحمه كذا وش نعمناها قوي، فزي المستويه يعني. هي عايزه بس شمه النار تستوي. كل حاجه مفرومه صح وحلوه اهي. نبصم كده ونعمل كده وهكذا لغايه ما نخلص. اوريكم بعد ما اخلصها ونحطها في الفرن. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما صبعتها اهي، والباقي من الصوص اللي هو عاملاه ميه البصل والحبايه القوطه حطيتهم فوقيها كده اهو. هدخلها بقى تحت الشوايه، اللي هو لازم نعملها يعني سمكها تخين شويه عشان ما تبقاش ناشفه، عشان تبقى طريه كده. ناكلها هم عملوا لي 9 صوابع، ممكن يبقوا 10. لو احنا قللناهم شويه يبقوا 10 صوابع. ادي ربع كيلو لحمه عملنا منهم 10 صوابع ياكلوا 5 افراد. الصباع ما شاء الله هو كبير. كل واحد طبق مكرونه و70 كفته وحبه سلطه ولا شويه ولا واحدتين بطاطس، هتبقى غدوه. وعملنا اكله ما فيش. وجرب بدل ما بنرمي الحاجه وكل حاجه موجوده عندنا. هي ربع كيلو لحمه ما يذكرش يعني. احنا بنقتصد كل حاجه النهارده. ربع كيلو كفايه قوي لما يكون 4 افراد ياكلوهم يتغدوا بيهم. حلو قوي. اشوفكم على خير. على بال ما تستوي هوريها لكم. احطها تحت الشوايه هتاخد وش، واقلبها على الوش التاني ونشوف هنعمل ايه. ايه يا حبايبي، بعد ما خلصت وعملت معاها مكرونه اهي، وعمل والسلطه الطحينه اهي اللي انا عملتها معاكم قدامكم اهي. الاضاءه مش باينه قوي اهي. وعملنا معاها طماطم مخلله اهي كمان. جربوها اهي، جربوها وقولوا لي رايكم ايه. ومش باين فيها خالص. اوريكم صباع. بسم الله الرحمن الرحيم. مش باين فيها خالص. بصوا عامله ازاي. مش باين فيها خالص رز، وشكلها تحفه وطعمها تحفه. ريحتها والله خطيره. جربوها. بص اهي عامله زي ما تكون زي بتاع الحاتي بالظبط اهي. مش باين خالص، كلها لحمه هي مش باينه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. وبحبكم في الله، وجزاكم الله كله خير. ودايما منوريني ومشرفيني على قناتي وعلى راسي من فوق. واللي عاجبه قناتي يعمل لي لايك وشير ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.